سلام، انا سميتي مالك. واليوم غادي نعاود لكم قصتي وكيفاش بابا عندي جوج المرات لواحد الرجال اللي حاشا واش يتقال عليهم رجال. انا من اسره فقيره بزاف. الاسره ديالي مكونه من الاب والام وجوج خوتي ذكورة. انا الكبيره فيهم. الوالد طالب معاشو كيخدم نهار و10 ايام لا. كنت كنقرا في الابتدائي ومجتهده بزاف، والحلم ديالي هو نكون طبيبه. فاش وصلت الاعدادي بابا خرجني من المدرسه حيت ما عندوش باش يشري لي الكتوبه. قال لي البنت مستقبلها هو راجلها. عييت نبكي ونطلب فيه، ولكن هو ما حنش فيا وقال لي اللي قرا وطفروه انا بغيتك تعاونيني على الزمان، وراني لقيت لك خدمه في واحد المحل صغير ديال الخياطه باش تعاونيني على الزمان. وطبعا ما قدرت ندير والو. المهم بقيت كنخدم، وطبعا الخلصه اللي كناخدها كل شهر كياخدها لي، ما كنشوف منها حتى درهم وما كانش عندي المشكل. المهم هو انني نعاون دارنا باش يلقى باش يتقدى لينا وباش يوكلنا. كانت الامور غاديه مزيان، واخا با كان صعيب وقاصح، واقل حاجه كينوض يغوت ويسب عليها، ولكن صابره ما عندي ما ندير. بقيت هكاك حتى وصلت ل 18 عام. واحد الصباح كنلبس حوايجي باش نمشي للخدمه، حتى كنسمع با كيقول لي ما غاديش تمشي للخدمه. قلت لي علاش؟ قال لي راني لقيت لك واحد الراجل وغادي تزوجي به. قلت لي با انا ما نقدرش نتزوج بشي واحد ما كنعرفوش، وزيدون انا باقا صغيره وما كنفكرش نهائيا في الزواج. وانا باغا نتزوج شي واحد اللي نكون كنبغيه وكنعرفو، ماشي شي واحد ما كنعرفوش ويجي يتزوج بيا. قال لي شنو هو؟ انا اللي كنحكم في هاد الدار، راني انا اللي ولدتك ماشي نتي. وزيدون انا قررت نزوجك وتسالات الهضره. وزيدون حنا ما عندناش الحب وداك التخربيق هذاك. راجلك من غادي تزوجي به غادي تبغيه. شفت ماما اللي درويشه بزاف وما كتقدرش تعارضو، بقيت كنبكي. المهم جاو يخطبوني، غير شفت داك العريس ما حملتو ما قبلتو. اتفقوا هو وبا على كل شيء، وبما ان العريس مولاي السلطان واجد وعنده دار وخدام مزيان، با قال لي حنا ما عندناش الرجال يبقاو داخلين علينا خارجين. العرس غيكون من هنا لشهرين. قال له العريس واخا عمي اللي بغيتي. المهم اتفقوا على كل شيء، وانا كنشوف فيهم وحاسه براسي بحال شي سلعه رخيصه خاصهم غير يتفكوا منها. حقدت على با داك النهار ولعنت الظروف اللي خلاتني نحس براسي سلعه خاصهم غير يتفكوا منها. حقدت على با داك النهار. مشى العريس هو وعائلته. مشيت لعند با وبقيت كنرغبو باش ما يزوجنيش ليه. انا ما بغيت الزواج، وهذا الراجل ما ارتحيتش ليه. سبحان الله غير الشوفه فيه كتخلع. قال لي شوفي يا بنتي، بغيتي ولا كرهتي غادي تزوجي به. المهم الراجل جا للدار نيشان وواجد ولد الناس. ما باغيت فيا. اشنو خصك نخليك تختاري انتي حتى ديري لي شي فضيحه مع الجيران والعائله؟ من بعد هاد الهضور اللي سمعني رجعت كنفكر غير نتزوج ونتهنى من هاد الاب النرجسي. وفعلا من بعد شهرين درنا العقد وعطاني الصداق اللي طبعا ما شفت منه حتى درهم. با خدا داك الصداق وشرى لي منه جوج شريويطات. مشيت مع راجلي اللي كان ساكن غير بوحدو، النهار كله في الخدمه، وفاش كيجي وكيلقى غير شي حاجه بسيطه ماشي هي هذيك، بحال مثلا درت الغدا وما درتش الشلاضه اولا شويه د الغبره فوق الطبله، مهم يشبعني ضرب وعصا. واهم حاجه كانت بالنسبه لي هي العلاقه الحميميه، وما كيراعيش ليا انا واش مريضه ولا صحيحه. وفاش نقول ليه راني مريضه ينوض يشبعني ضرب وينعس معايا بزز. كنت كنحس به كيغتصبني ماشي كينعس معايا. صبرت على السبان والضرب والمعيور والدل. السيد كيف ما قلت لكم مريض في عقله. اهم حاجه بالنسبه لي هي العلاقه، وما كيهموش واش انا باغيه ولا ما باغياش، وما كيهموش واش انا كنحس بالمتعه كيف ما كيحس بها هو ولا لا. كنت بالنسبه ليه بحال شي اداه كيفرغ فيها داك الكبت ديالو صافي. صبرت كيف ما قلت لكم على الدل. المصيبه هي ان السيد ما بقاش كيبغي يصرف، والثلاجه ديما خاويه. وفاش نقول ليه راه التقضيه تسالات كيقول لي ما عنديش الفلوس ويخليني بالجوع. حتى لواحد النهار دخل يدوش وخلى التليفون كيتسارجا. مشيت نفتحو ويا ريت ما فتحتو. السيد عاطيها للزهو مع البنات، وواحد خيتي ما كيخليه ما كيشري ليها، وكتبه ليه شكرا حبي على الكادو، لا يخطيك عليا. ايوا اليوم اجي ونمشيو نتعشاو في الريستورا ومن بعد نمشيو للدار ونشبعك. عرفتو كيجوعني باش يخسر فلوسو على الخانزات. صبرت لكل شيء، دل السبان المعيور الاغتصاب حتى الخيانه ما نقدر. ماشي حيت كنبغيه
ولكن حيت خفت يهز شي مرض ويلصقوا فيا، وانا ما عندي حتى الوالدين مسقدين اللي يوقفوا معايا. المهم جمعت حوايجي ومشيت لدارنا. با وخوتي بداو كيضربوني وكيقولوا لي رجع لدارك. واخا عاودت ليهم هذا الشيء كامل، قلت لهم والله تقتلوني ما نرجع ليه. الكارثه هي انني غنكتشف بلي انا حامله وعندي 3 شهور، ولكن والله ما نرجع ليه. بقيت في دارنا حتى ولدت، وبا داخل بالسبان خارج بالسبان. واش انا زوجتك باش نتهنى منك ولا باش تجي تاكلي لي الخبز؟ المهم هضور بحال السم. دازت شهور بالزربه حتى جا النهار اللي شدني فيه الوجع. داوني للسبيطار ديال الدوله، وراكم عارفين الحاله تما شحال مكرفصه، الوسخ والعفن والمعامله ديال الفرمليات كيف دايره، بحال اللي كيديروا فيك خير ماشي خدمتهم هذيك. تعذبت بزاف واخيرا ولدت وليد زوين كيحمق تبارك الله. هنا راجلي المسخوط قال لي اذا بغيتي تطلق مرحبا، ولكن غادي ديري لي تنازل على كل شيء، وحتى الولد انا اللي غادي ناخدو. قلت لي هذاك هو النهار اللي عمرك تحلم به، ولكن با حتى هو جا معاه. قال لي لا باغا تطلقي ايوا ارجعي غير انتي، انا ما قد نصرف على شي واحد. قلت له انا نصرف عليه. قال لي انت غتصرفي علينا ماشي على ولدك. المهم خداو مني ولدي بزز مني، وانا ربي اللي عالم بيا. بقيت شهر من بعد ما ولدت، ومن بعد با جا كيغوت انوضي تخدمي على لا وصحابك انا عندي هنا الخيريه. بقيت كندور ونقلب حتى لقيت الخدمه في واحد المخبازه. بقيت خدامه واللي كنصورها كياخدها في التالي ديال الشهر. انا ما كناخد حتى درهم وصابره وساكته. المهم نتهنى من صداعو. حتى لواحد النهار دخلت من الخدمه قال لي عاوتاني وجدي راسك، غدا جايين الناس يخطبوا فيك. قلت ليه شكون؟ قال لي وانتي مالك في شكون؟ المهم راجل غادي يهزك علينا ونتهناو منك وما تبقايش علينا مطلقه في الدار. وبالفعل جا العريس ومعاه مو اختو اللي مزوجه. خطبوني وكيف العاده با ما خلالي حتى فرصه باش نتعرف عليه، وقال له يزرب في العقد باش ما يبقاش غادي جاي لعندنا ومن الهضره د الناس. وبالفعل من بعد شهر درنا العقد ومشيت معاه. هو انا عارفه هاد السيد ما عارفه لا مزيان لا خايب. من النهار الاول امو قالت لي نوصيك وديريها طانقه في ودنيك، هذا راه ولدي حبيبي، لا يمشي يوسوس لك شيطانك وتديه ليا. راه كما طلقنا الاولى نطلقوك، وما مطلبي منه والو، اللي بغيتيها انا اللي قوليها لي، واذا ما سمعتيش لهضرتي دار باك مازال كتسناك. صدمتني وانا مازال حتى ما قلت بسم الله. وبالفعل داكشي اللي اكتشفت، الولد ولد امو وما كيدير حتى حاجه بلا شوهرها، هي اللي كتحكم فيه وكتحاسب معايا حتى على الدوش. كل نهار تصبح تنقر عليا الشريفه، ايوا سمعتك كتنوضي كدوشي مع الفجر، تكيسي ليا على ولدي، واش خاصك تخوي ليه ركابي؟ راه عوينه وحده اللي عندي. انا كنبقى غير كنبرق فيها، ما كتحشم ما كتستحيا. كانت كتعاملني بحال الخدامه وانا صابره وساكته، وكنقول دابا ربي يهديها، نعيا ندير ليها في الخاطر باش ترضى عليا، ولكن حدها تشوف ولدها كيعاملني مزيان تسيف. المهم بقيت صابره حتى حملت منه. وما نقولش ليكم لوحم وتماره والشقه، ومع هي شقاها ما كيتساهلاش. نصبن يبان لها السياق، نصبن ونسيق تبان لها الطياب والعجينه، تبان لها الزرابي، تبان لها نجبدوا الحوايج ديال البرد ونصبنوهم واخا حنا في الصيف. المهم السيده ما كتعياش، جابتني بحال الخدامه، دايره لي بحال شي روبو مخدماني بالضو. ما نقول ما نجلس، كانت شاعله فيا الضو الله يستر. المهم جاني لوحم صعيب، وهي والشقه ديالها جاني كتر، الهضره ديالها بحال السم، صحتي مشات ورجعت ضعيفه بحال الخيط. واخيرا داز الشهوره وولدت، وربي رزقني بجوج وليدات توام. فرحت بزاف، ولكن هي ما حناتش فيا، وانا نفسها وهي كتنوضني نشقى بالرغم من انها مازال صغيره وصحتها مزيانه. المهم بقوه العصب والفقصه حتى الحليب مشالي، وفاش كنقول ليها انا عيانه ووالده بالغراس ما نقدرش ندير هاد الشغل كتعصب عليا وتشبعني سبان، ومين يجي ولدها حبيبها تزيد تحرشوا عليا. بقيت صابره وساكته، وفيما نهضر مع ولدها ونقول له افلان راه امك ها شنو دايره لي وها شنو دايره لي، كيقول لي النهار الاول قلت لك امي هي كل شيء، ما عندي ما ندير لك، قاده تصبري صبري، ما قاداش شوفي شي حل لراسك. ما عندي لما نعطي الراس،
بقيت ساكته وصابره حيت عارفه ما عندي عائله اللي تحامي عليا. حتى لواحد النهار كتصوني ليا ماما كتعيط لي وتبكي وكتقول لي باك مات. قلت لها اويلي كيفاش مات؟ قالت لي كان غادي في الشارع حتى سكت ليه القلب وجاو غير الناس قالوها لينا. ما نكذبش عليكم بقات فيا غير ميمتي، اما هو ما حزنتش عليه بالمره حيت عمري حسيت بيه حنين فيا ولا باللي انا بنتو. مشيت عند ميمتي وواسيتها، اما خوتي واحد حرق والاخر حصلوه كيكريسي وتشد في الحبس، وبقات ميمتي بوحدها لا حنين لا رحيم. ما خلاتني عكوزتي حتى نكمل 3 ايام في دارنا. ايوا حنا جالسين وكلشي مجموع حيت النهار ديال 3 ايام وهي تقول لي يلا راه الدار خصها تسياق والصابون تجمع صافي اللي مات الله يرحمه نوضي تقعدي. قالتها لي قدام العائله والجيران وانا ما رضيتش. مامتي غير ما زادت في البكا وطيحت عليها الضيم. المهم ما قدرتش نجاوبها قدام الناس، مشيت معاها للدار وانا نتفرقع عليها وقلت لها فين غادي بهاد الظلم وهاد الطغيان كامل؟ واش ما كتحسيش بالناس؟ بركه هزا لك هبالك وصبر عليك وصبر على داك الشماته د ولدك، ولكن باش تهينيني قدام الناس راه بزاف. اواه شكون انتي في ملك الله كاع؟ بقات كتغوت وتروحن وتبوحط وغير جا ولدها العزيز بدات عليه بالبكا ودموع التماسيح. مراتك عايرتني وما خلات فيا غير اللي نسات شويه وكانت غضربني. وفاش قلت ليها خويا عزل لي على امك راها واعره وصعيبه وظالمه وانا تقهرت. شبع فيا عصا وقال لي النهار الاول قلت لك امي خط احمر واخا تعصيك خاصك تسكتي ليها. حتى لهنا ما قديتش نصبر، مشيت جمعت حوايجي وهزيت ولادي ومشيت سكنت مع على ميمتي. درنا الراس على الراس وبكينا على زهرنا. بعت خاتمي ديال الزواج وبقينا كنصرفوا منه. رفعت الدعوه ديال الطلاق وتنازلت على كاع الحقوق ديالي. المهم غير نطلق منه خرجت بيدي على راسي، ما عندي حتى درهم، حتى من النفقه ما كانش كيصيفطها للولاد. المهم بقيت كنقلب على خدمه حتى لقيتها في واحد الريستوران في الكوزينه لداخل، ندير الميناج ونقطع الخضره. امي مقابله لي ولادي كنصرفوا انا وياهم معاونين على الزمان. اللهم الخدمه والتكرفيس ولا الدل والاهانه. وفيما نتفكر باللي لاحني لهاد الناس كنزيد نحقد على با وكنقول ليه واخا انت في قبرك ما مسامحاك لا دنيا لا اخره. اهم حاجه كانت عنده هو يزوجني وياخذ الصداق ويتهنى مني ومن المصروف ديالي. ما فكرش باللي هو لاحني لجوج دياب، الاول شماته وعطيها غير التسلقيط والثاني ولد امه ما عندوش شخصيه. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. ايوا انا مقاتله مع الزمان حتى يحل الله. كنكبر في وليداتي. ادعيو معايا باش ربي يفاجئها.